هذا الشرح راح يوفر لكم إمكانية إنشاء حساب آي كلاود وربطه مع الأب ستور. أنت بروحك تقدر تسويه بشرح سهل وسريع، ما في أي تعقيد، خطوات تمشي معها. ليش الأمر هذا؟ لأن هذه تعتبر خصوصية، لازم أنت الوحيد اللي تسويها وما حد يعرف الأرقام السرية والإيميل غيرك. خليكم مع الشرح. طبعا اللي تحتاجه عشان تنشئ حساب آي كلاود خاص فيك أو أب ستور مثل ما تشوفون قدامكم، تدخلون إعدادات الآيفون بالشكل هذا، عندكم فوق تسجيل الدخول، اضغطوا عليها بالشكل هذا. ممكن تفتح لكم الصفحة هذه أو ممكن يفتح لكم إنشاء حساب آي كلاود إذا جهازك جديد. طبعا إذا بالأمر هذا اضغط لا أمتلك أبل آي دي، تحت عندكم إنشاء أبل آي دي، ادخلوا عليها بالشكل هذا. راح تفتح لك الصفحة هذه، حاول إنك تحط بياناتك الصحيحة، الاسم الصحيح واسم العائلة الصحيح. مثلا أنا بكتب عادي، تكتبون بالعربي يا جماعة، ماكو أي مشكلة. طبعا بعد ما تسجل بياناتك بالشكل هذا، بس للعلم ترى أنا أغلب البيانات اللي راح استخدمها والأرقام والتواريخ غير صحيحة على قولتهم للأمان. بعد أضغط متابعة بالشكل هذا. الحين راح يطلب مني إني أحط بريد إلكتروني إذا عندي سابقا، إذا ما عندي أضغط لا يوجد لدي، اضغطوا بالشكل هذا. أنا أنصح إنك تسوي هذا الخطوة، الحصول على عنوان بريد إلكتروني، هذه اضغطوا عليها. الحين أنت تنشئ حساب آي كلاود خاص فيك، تسجله هني بالمكان هذا. تذكر أن هذه الخطوة راح تنشئ حساب آي كلاود خاص لك، الاسم اللي أنت حطيته بالمكان هذا. شوفوا أنا راح أخفي كل البيانات اللي موجودة عشان المقطع ما ينحذف إذا نزلته على أي منصة ثانية. بس عموما بريد إلكتروني بالمكان هذا، حاول انك تحط حساب انت تحفظه، خذ كابتشر للصورة او خذ كابتشر للصفحة هذه. بعدها اضغطوا على متابعة. الحين راح تجيك هذه الصفحة يقولك هل انت متأكد من انشاء هذا الايميل؟ نعم انشاء. الحين لازم تحط كلمة سر للحساب، ويفضل انها تكون بحرف وبعدين رمز وبعدين رقم واخر شيء يختمها بحرف. بعد ما حطينا كلمة السر اضغط على متابعة. الحين ننتظر شوي لين ناخذ موافقة على قولتهم. الحين مطلوب منك انك تحط رقم تلفون. ليش الرقم التلفون هذا؟ عشان تأكد تسجيل دخولك على اي كلاود، ولا سمح الله اذا نسيت الحساب تقدر تستعيده منه، او تقدر انك تأمن حسابك من خلال رقم الهاتف اللي انت راح تحطه. معلومة بسيطة بالنسبة للرقم اللي راح تحطه، عادي يكون مستخدم على اي كلاود ثاني ملك لك انت. بعد نضغط متابعة، نخليها على استقبال رسالة نصية. راح تجيني رسالة وفعل الكود بالمكان هذا. بعد ما استقبلت الكود اضغط الكود عليه بالشكل هذا، احطه هني. ننتظر شوي لين يتفعل معنا الحساب. الحين نضغط على موافقة، ننتظر شوي بعد لين يتفعل معنا الحساب. حاليا تفعل معنا حساب الاي كلاود خاص لنا من غير لا يتدخل اي شخص ثاني، انت بروحك سويته. بعد ما يخلص اجراءات الاي كلاود ممكن يطلب منكم الخطوة هذه، او ممكن يفتح معكم الاي كلاود على طول. حاليا مطلوب انك تحط كلمة السر اللي انت تستخدمها على الجهاز. تنتظر شوي، طبعا مثل ما تشوفون المكتوب قدامكم ليش انت حطيت كلمة السر هذه. طبعا هذه تعتبر اخر خطوة اذا انت منشئ حساب اي كلاود على جهاز قديم او تبي تدمج البيانات على الاي كلاود. لك الخيار تسوي لها دمج او عدم دمج. طبعا تم الانتهاء من حساب اي كلاود. طيب انا شلون اربط حسابي الاي كلاود على الاب ستور؟ مثل ما تشوفون اللي عندكم هذه، اضغط عليها بالشكل هذا، يقول ان اعداد حساب الاي كلاود على الاب ستور، اضغط متابعة. مثل ما تشوفون قدامكم الخطوات جدا سهلة، ما طلعنا اي مكان، ما رحنا اي مكان. عموما تسجيل دخول الى خدمات وسائط ابل اي دي يعني او الاب ستور. حاليا بعد ما خلصنا من الخطوة هذه وربطناها على الاب ستور، نطلع وروح ندخل على تطبيق الاب ستور نفسه بالشكل هذا. بعدين نروح ندخل على الصورة فوق، بعدين ندخل على الايميل، تأكدون انه هو نفس المربوط اللي انتم سويتوه. راح تفتح لكم هذه الصفحة، ثواني بس، تضغطون على إدارة الدفعات. هني بالمكان هذا تقدر تحط وسيلة دفع من خلال رقم هاتف أو بطاقة ائتمانية. تحت هني العنوان أو عنوان الفاتورة، اضغط عليها. لازم تعبي باقي البيانات حق العنوان. بالحالة هذه تم إنشاء حساب آي كلاود وتم إنشاء حساب أب ستور خاص فيك.